يلا محمد نمشي معاك في علاقه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. أعتقد أصبحت وهناك حديث على أنها أحدثت ثورة في الكرة المغربية. بالضبط، صارت ريفيرونس الآن بالنسبة للأندية الأوروبية. نقطة هامة جدا عادل باش نزيدها على مستوى العملي. اللاعبين اللي بيتكونوا في الأكاديمية هذه يقعدوا على ذمة على ملك الأكاديمية ويلعبوا في بطولات الشبان باسم الأكاديمية. هذا علاش؟ باش من بعد كما صار في اللي كان تاع اللاعبين اللي خرجوا يسهلوا لهم الخروج نتاعهم، لانه احنا نعرف حتى نحن صارت لنا في تونس فريق 2007 الشهير اللي عمل كاس عالم ممتازه جدا في الكادي. اللاعبين جاتهم عروض اوروبيه، لكن الانديه نتاعنا في تونس بالغت في فريق يوسف مساكني ونور حضريه وبلال عيفه، معناها فما برشا لاعبين حضريه بلال عيفه، ومعناها وصلوا ربع نهائي كاس العالم ولعبوا ضد المنتخب الفرنسي وربحوا بلجيكا بدين هازار. لاعبين هذوك في الوقت هذاك جاتهم عروض، لكن الانديه نتاعنا بالغت في المبالغ هذيك. هنا في الاكاديميه وقع تسهيل كبير لخروج اللاعبين، ما كانتش برشا شروط لخروجهم لاوروبا، وهذا اللي سهل معناها الاندماج نتاع اللاعب في البطولات الاوروبيه، لانه تحب ولا تكره معناها بالضبط تطوير المهارات نتاعو. ما نجموش نطلبوا مبالغ كبيره في لاعبين شبان، وصارت برشا مشاكل في تونس. فما برشا لاعبين جاتهم عروض في 19 و20 سنه، والانديه هي اللي صعبت الخروج نتاعها. نزار، انت يعني تعديت بالمنتخبات الوطنيه وتعديت بالفرق الوطنيه وبمراكز التكوين، ان كانت هناك مراكز تكوين اصلا في الكره التونسيه. يعني شنو هي العقبات اللي خلت اللاعب التونسي ما يوصلش للمستوى الكبير، حتى احد اللاعب عندنا يمشي للبطولات الخليجيه؟ يعني كيفاش نجموا نحلوا الاشكال هذا؟ نجموا نطرحوا الاشكاليه ونحاولوا نبحث عن الحلول بالتوازي مع ذلك، حتى لا يكون كلامنا كله تنبيره كهو. شو المشكل والحلول حسب رايك انت وحسب خبرتك انت؟ حسب رايي انا الحل الوحيد هو هذا اللي كنا نشوفوه. معناتها نقول لك بصراحه الامتياز والنجاح اللي صار في كاس العالم للفريق المغربي من الاساس النجاح نتاعو على الاكاديميه هذه، خاطر هذه الاكاديميه ظهر لك اللي هي ثم اراده سياسيه، اللي هي ثم استراتيجيه، اللي هي ثم الناس الكل عارفين شنو اللي يعملوا وقت يخدموا بالطريقه هذه. ما عادش ثم ولد فلان ولد فلتان، امور علميه، الناس كل تخدم كما ينبغي، الناس كل عندها دي رابورت تتعمل بار سيونس وبار مونسيوال، معناتها الناس كل يعرفوا شو يعملوا شو ما يعملوش. هذه هي الاشكاليه وقت تشوف انت بالطريقه هذه موجوده في المغرب العربي الكبير، وبالاخص في المغرب وفي الرباط، على خاطر مشينا احنا 2009 هي سيفري، 2011 عملنا فيها معسكر قبل ما نمشوا للشان، وكان نجاحات كبيره ياسر في والتقدم اللي صار في الاكاديميه هذه بصفه رهيبه. هذه هي الاشكاليه. وقت نرجع لكلام قيس خويا، معناتها السيفري ثم 3 عناصر لعبوا اساسيين، ولكن البقيه وين؟ لعبوا في الانديه الاخرين اللي هما ينجموا يطوروا كره القدم المغربيه. معناتها كي تشوف انت في العشريه الاخرانيه، راهي العشريه الاخرانيه نتاع المغرب، وقت تشوف الوداد والرجاء ونهضه بركان قاعدين يعملوا، وين الفرق الاخرين؟ هذايا منتوج من المنتوجات اللي صار في الاكاديميه، ولكن في نفس الوقت يظهر لك اللي الناس الكل ملتمه وراء كره القدم والرياضه بالذات باش ينجموا ينجحوها. وقت ثم اراده والناس كل تحب تنجح، بطبيعه الحال ما تنجم كان تنجح. وهذه معناتها ميساج، رسائل المنتخبات الافريقيه والعربيه بالذات ينجموا يطوروا رواحهم بالطريقه هذه، ما نقعش امور عشوائيه. هاني نخدم كل واحد في الجهه نتاعو وما بحبش يوري للاخر، وثم برشا صارت فازات. معناتها بتشوف انت كل واحد يخدم لروحه ما يخدمش لغيره. احنا لازمنا نتعلموا نخدموا لغيرنا، نخدم لروحنا ونعطيوا لغيرنا. هنا هذا هو درس كروي في الافريق مع المغرب. في الافريق صارت مع اساكابيجان بدات يعني عملوا مركز تكوين سان بيدرو كذلك، اللي فيه برشا توانسه، اللي فيه برشا توانسه سواء الاداره او سامحني قطعت، سواء الاداره او الفنيين موجودين برشا في ساحل العاج. سان بيدرو جا سي اون ادريس تري بون ادريس المستير خذا منها وزم لاعبيه اللي نجح بهم ومارو واورو الاخر خذاهم من غادي. دونك هناك تجارب نتاع نجاح. نحب نقول حاجه بركه، هذه المغرب عملت على طريقتها، تونس
مش مثال نحكيو على تونس خاطر احنا توانسه وتهمنا تونس طبعا. ونغبط المغرب ما نحسدوهش، فما الغبطه وفما الحسد. نغبط نفرح له ونحب نولي كيف عاند وما تكونش حسود. صحيح. الغبطه عادل تنجم تعمل الأكاديمية هذه بمواصفات تونسية وبامكانياتك. يقول مواصفات يعني بالإمكانيات، بثقافتنا، بتفكيرنا، بذكائنا، حاجة خاصة بينا احنا. ماهيش لازم تكون عملية استنساخ للمشروع المغربي. ولو انه فما مواصفات عالميه، لا فما حاجات لازم تكون متوفره. لا بازيك موجود. لازم تكون متوفره. حاجة تقول لي اليوم سد استنساخ اذا فما استنساخ باش يعطيني البلوس انا في فايده، لما لا ما عنديش مشكل، ما عنديش عقد. الاستنساخ في العناوين الكبرى، دراسه نبدا انا عندي دراسه لا سال دو ميسكولاسيون، العنايه الطبيه، الدييتيتيك، طب نتاع الريجيم اليمونتير نتاعو، هذوما طب التغذيه، هذوما بيان سور. لونفيرونمون لازم يكون اخضر برشا وفي شيء. لا هو قص عليها في الكلمه مش نختم بها اللي على جواب السؤال نتاعك. راهو الاراده السياسيه مهمه. رانا من تو قداش عندنا من ليسي سبورتيف اللي حل حبينا نعملوا احنا وقلت انت اداره فنيه والمنتخبات، حبينا في الجمهوريه التونسيه كل منطقه عندها سبورتيود، معناتها التلميذ يدخل اللي هو سواديزان سبورتيف وثم امكانيه معناتها يجيب حتى الماضي 3 متاع العشيه ولا يتفاهموا بين وزاره التعليم ووزاره الرياضه باش يلقاو وقت معين باش يخلي التلميذ يخرج يترانا. راهو يكمل 6 ونص يمشي يترانا على ساعه ونص، وبعد ما تنجمش تكون الملاعب بالطريقه هذه. دونك اوتوماتيكمون كل ما تدخل المجلس النواب ويحبوا يلقاو حل ما نجموش يلقاو حل في هذا. هذاك علاش نقول لك اراده سياسيه لازم تكون موجوده. نتكلموا تفضل خويا كيفاش نجح هذا المشروع هذا. لو احنا قاعدين نتكلموا في المطلق اللي هو النموذج كيفاش نجح. اول ما تسمى ناصر لرقت، وانت تعرفوا مدير انا مشيت وشفت بشكون استنجد بطاقم فرنسي اللي هو باسكال تيبو اللي كان في كون. وكيفاش بدا المشروع يخدم؟ ما فما طريقه نجاح. اول اختبار عملوا 15,000 شاب من فئه 12 سنه اللي ما كانش موجود عند الفرق المغربيه. ومنين ياخذوا الشبان هذوما؟ ياخذوهم من الحومات هم ومن المدارس الحياه الشعبيه يعني. الحياه الشعبيه، وكان فما دانون كوب معناها من المدارس خذاهم ينزلوا الى 80 ثم 40 الى 18. ايش عملوا؟ عملوا فئات من 12 15 ومن 15 17 ومن 17 19. نسيري هو اللي وين يشاركوا ضد الفرق المغربيه وانتصروا عليهم. قال محمد انتصروا عليهم. نسيري هو اللي سجل فئه 15 سنه واجرد 19 سنه. صارت غيره، نوع من الغيره ما بين الاكاديميه والانديه، ولا تنافس. والانديه ولات تحب تخدم كيما الاكاديميه نتاع محمد السادس. يعني هذا النجاح مش فما تخطيط، والتخطيط هذايا مس الفئات الصغيره، لان الفرق ما كانش تاخذ من 12، تاخذ فرق من 15. هما مسوا الشبان اللي 12 ل 15 الفئات الكل. ثم يقع ثقلهم. ايش عملوا؟ جابوا مؤطرين دي زونتونور فورماتور، ليس مدربين، ديزيديكاتور. لان فرق ما بين مدرب وما بين مكون، وهذا احنا حاليا نفقدوه في تونس يا عادل. ما عندناش مكونين، عندنا مدربين تاع شبان. اللي توقسنا هو المكونين اللي كانوا موجودين في السابق، مكونين وطلعوا الشبان هذوما. وانت حطيت نقطه هامه برشا على الاكاديميه اللي تخدم بالفلوس، اللي هذه بصمه عار بالنسبه للفرق التونسيه، واللي قاعده تلوج على المدخول المادي اكثر من ثقل المواهب. هذا النجاح كان فيه تخطيط. يعني لما استنجدوا بالمدرسه الفرنسيه المغرب، لان تعرف الوقت هذاك المدرسه الفرنسيه ريفيرونس صحيت، ونجاح كلي صار. اليوم خرجوا اللي ذكرتهم انت الاسماء، نسيري واجرد وياميك وتجنوتي، لكن حتى نفس البطوله المغربيه يعني لما تشوف بدر بنون واشرف داري وتشوف ياميك، يعني من المنتوج وعطية الله من المنتوج المغربي. البطوله المغربيه اصبحت قويه لان التنافس هذاك ولد يعني كما نوع من الغيره مع اكاديميه الملك وكيفاش عندها الامتيازات. احنا او نوريو نجموا نخدموا. هذا التنافس اعطى نجاح كلي لهذا المشروع. جميل.
في ظل الغوص في كل هذه الأمور، لما نتكلموا على القاعدة والعمل القاعدي، اليوم نراو الحصاد. جميل أن تنفتح على المدرسة الفرنسية، ولكن أن تقدم الإضافة والتوقيع المغربي. الإدارة هذه انفتحت على مجموعة من الأطر. تصور أنه مجموعة من اللاعبين، حتى لا أنسى أسماء لاعبة المنتخب المغربي اليوم، تهتم بالفئات السنية. نقطة. وإضافة أخرى، حتى المسؤولين على هذا المشروع التحفة والرائع انفتحوا على مدربين من أندية الهواة. لماذا؟ لأنه ليكن هناك تناغم ما بين هذه الأسماء الشابة الصغيرة التي تأتي من كل الأماكن ومن مختلف الأندية. لما نتكلموا على يوسف نصيري ونايف أكرد وعز الدين أوناحي ومحمد رضا التاقناوتي اللي تألق معه، طبعا كل هذه الأسماء لما نتكلموا عليها اليوم نشوفوا الانضباط. لما تلعب في بطولة العالم هذه الأسماء تدرك كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، مع الصحافة. أشار كابتن قيس اليعقوبي النقطة مهمة، التعليم والتكوين الأكاديمي علاوة على الاستمتاع بكرة القدم. هذه خلطة عجيبة. لما نرجع للماضي ونتكلموا على المنتخب الاستثناء اللي هو المنتخب البرازيلي، 5 كؤوس على مستوى العالم، أين هو أدريانو؟ أين هو رونالدينيو، ريفالدو، روبرتو كارلوس؟ ولكن لما نلقاو اللاعب المثقف اللي هو كاكا، هذا استثناء. الأسماء هذه لما تشارك في المونديال وتقدم الحضور، ولكن لماذا لا تواصل الرحلة أنت كسفير؟ نعيش على أنقاض الماضي. أدريانو، لماذا تحدث هذه الأمور؟ العشوائية، عدم الثقافة، اللعب الهوائي. اليوم في المفاهيم الحديثة لكرة القدم يجب أن تمزج ما بين الحضور والموهبة والتكوين العلمي والأكاديمي باش تصنع اسم اللي هو لاعب، واللاعب يتحول لسفير ويكون صورة رائعة تصدر سمعة بلد. هو هنا مش نسحبوا، نحن لا نستنسخ، نسحبوا التجربة المغربية الرائدة إلى التجربة التونسية. الكلمة السر هنا هي الإرادة السياسية.